رقم اتنين، قال لك ايه في المقومات البشريه والتكنولوجيا؟ تشابه العادات والتقاليد، الخصائص الثقافيه، والله كلنا شبه بعض، احنا كلنا عرب مش هنختلف يعني فاهم. المصري شبه الليبي شبه الجزائري شبه المغربي، كلنا نفس العادات نفس التقاليد، فيعني فاهم نفس الفكر بتاعنا. تمام. تعال على اوروبا، والله اوروبا كلهم شكلهم شبه بعض كده، اللي هو البشره البيضاء الشعر الاصفر، وكلهم ما شاء الله دماغهم حلوه في الايه في التكنولوجيا. هتلاقي ان مثلا الالماني زي الفرنسي زي البريطاني هم ناس كفاءه كلهم. فقالك شبه العادات والتقاليد، الخصائص الثقافيه شبه بعض، بمعنى يشجع على قيام التكتل واستمراره، وخاصة إذا كانت العمالة على درجة عالية من المهارة والتخصص الإنتاجي بين دول التكتل. بمعنى تعال على دولة زي مصر، هقول لك العمالة اللي عندك، الناس اللي بتشتغل عندك يا مصر أخبارهم إيه؟ يقول لك بص أنا عندي أكفأ ناس في كل المجالات، عايز طب أحسن دكاترة أو أطباء عندي، مهندسين أحسن مهندسين، مدرسين أحسن، في كده درجة عالية من المهارة والتخصص الإنتاجي بين دول التكتل. تمام، كلنا شبه بعض وكلنا نعرف ننتج نفس العادات نفس التقاليد، مفيش اختلافات ما بيننا. تمام. طيب مستوى التكنولوجي لدول التكتل، حيث ان وجود مستوى تكنولوجيا متقارب بين دول التكتل يساعد على ان تعمل فائده كل الدول الاعضاء دون قيام دوله من الدول بالاستئثار بمزايا التكتل. بمعنى ان مثلا اوروبا كلهم اوروبيين، دول اوروبيه متقدمه، المانيا زي بريطانيا زي فرنسا كلهم مع بعض كده ناس كده متقدمين ودماغهم حلو جدا. طيب لو كانت مثلا دوله واحده هي اللي عندها الكفاءه دي وبقيه الدول يعني على قدهم شويه، فالدوله دي هي اللي هتستفاد منهم وهم مش هتستفادوا منهم. تمام. فلك مستوى تكنولوجي لدول التكتل، وجود مستوى تكنولوجي متقارب بين دول التكتل يساعد ان تعم الفائده كل دول الاعضاء دون قيام دوله من التكتل بالاستئثار بمزايا التكتل. تمام. كلنا دول متقدمين، كلنا عندنا كفاءه في العماله اللي هتشتغل، نفس العادات نفس التقاليد، مفيش اي اختلافات، وكلنا هنستفاد من بعض. بمعنى المانيا هتستفاد من فرنسا، انتاج بريطانيا برضو كبير وعماله كويسه، فهيطلعوا الموارد وينجحوا، فاحنا هننجح معاهم، فكلنا شبه بعض. انما ما ينفعش مثلا تجيب وسط الدول الاوروبيه المتقدمين دول تجيب لهم دوله مثلا ناميه او فقيره او دوله ضعيفه، يعني ايه مش هتسد معاهم. تمام. طيب نتكلم بقى عن المقاومات الاقتصاديه. هو تكتل اقتصادي، كلنا متجمعين علشان نعمل تكتل فيما بيننا، وفي نفس الوقت كلنا ايه كلنا نكسب بقى، والدنيا ايه يعني ايه تزدهر. فبنعتمد عليه على قوه الاقتصاد، سواء بقى زراعه صناعه مواد خام، فهو ده اللي بيقوينا عشان ندخل التكتل ده. قال لك تعد المقومات الاقتصاديه اهم المقومات التي تشجع على قيام التكتلات الاقتصاديه. ما هو اقتصاد يعني الاثنين شبه بعض. قال لك ايه المقومات بقى اللي عندك عشان تخلي التكتل ده ينجح؟ تنوع الموارد الاقتصاديه. احنا اتفقنا ان مثلا في المثال بتاعنا مصر الاقتصاد بتاعها مثلا كويس جدا في المنتج بتاعها زراعه. طيب الجزائر قالت لك ثروه حيوانيه، ليبيا قالت لك صناعه مثلا وملابس وبتاع، المغرب قالت لك انا عندي المقومات بتاعتي البحرين واطلنطي وبحر المتوسط انا بتاعت سمك. تمام. فاحنا بنتجمع علشان يعني الحاجه اللي ناقصه عندي اخدها منك، الحاجه اللي ناقصه عندك هتاخدها مني، يعني فاهم بنجمع بعض علشان نعمل تكامل. تمام. قال لك يا واد تنوع الموارد عامل اساسي لنجاح التكتلات الاقتصاديه. تمام. لان التكامل بنتجمع مع بعض يقوم على التنوع، احنا مختلفين، ده بيبيع كذا ده بيبيع كذا ده بيبيع كذا، فلما نتجمع كلنا في مول يبقى المول شامل. اي حد هيدخل المول عايز زراعه مثلا وخضار وفاكهه هتلاقي، عايز اسماك هتلاقي. تمام. انما مش كلنا مثلا حاجه واحده من بعض. قال لك التكامل بطبيعته يقوم على التنوع لا التشابه. حلو. حاسس ان عدم توفر المواد الطبيعيه، قال لك دوله ما فيهاش موارد طبيعيه يا عم والدنيا عندهم مش حلوه، فهيقول لك ايه طب ما تاخدونا معاكم في المول ومجاور السعيد يسعد ونكبر معاكم. تمام. فلو دوله ما عندهاش قدرات هيساعدها انها ايه تحب انها تندمج مع تكتل اقتصادي متنوع، يعني لان الحاجه الناقصه عندها تلاقيها في التكتل فتكبر معه. قال لك عدم توفر المواد الطبيعيه بشكل كافي لدى بعض الدول يكون حافزا لها على دخولها في التكامل مع غيرها من الدول التي توفر فيها هذه الموارد. بمعنى اتحاد اوروبا اتجمعت كلها الدول المتقدمه دي وقالت احنا اوروبا احنا الدول المتقدمه، اي دوله هتحلم انها تبقى معاهم تدخل معاهم ليه تكبر معاهم. تمام. طيب قال لك توفر عناصر الانتاج الاساسيه. نقرا الكلام. يعني هذا
وجود عناصر الانتاج اللازمه للقيام بالعمليات الانتاجيه كعنصر العمال وراس المال. بمعنى انا دلوقتي راجل عايز اعمل مصنع، هحتاج ايه؟ هحتاج ارض، هحتاج راس مال، هجيب المعدات والمكن والمصنع، واحتاج العمال اللي تشتغل وتمام، وهعمل مصنع وهبيع وخلاص وهتاجر. قال لك عناصر الانتاج، عندك راس مال تبني المصنع، عندك عمال هيشتغلوا، تمام. فدي عناصر الانتاج. يعني هذا وجود عناصر الانتاج اللازمه للقيام بالعمليات الانتاجيه كعنصر العمال وراس المال وماله كده، فهمتها. قال لك تالت حاجه توفر البنيه الاساسيه. يعني ايه البنيه الاساسيه؟ يعني البنيه التحتيه. يعني ايه البنيه التحتيه؟ اللي هي المرافق، اللي هي الحاجه اللي تحت الارض. دلوقتي انا عايز اعمل مصنع، رحت للدوله، يا دوله انا عايز اعمل مصنع، قالت لك بص شايف الصحراء دي؟ ابني يا عم فيها براحتك. يا عم طب ايه؟ طب وفر لي اي حاجه. طيب تعالى على دوله زي مصر. يا مصر نعم انا مستثمر ومعايا فلوس وجاي عايز اعمل مصنع. تقول لي بس كده؟ انا بشجع الاستثمار. هتوفر لي ايه يا مصر؟ هتقول لك بص انت عايز تعمل مصنع، خلاص هتعمل مصنع في المنطقه دي. طب المنطقه دي اخبارها ايه؟ قال لك انا هوصل لك كل المرافق والبنيه التحتيه، اسفلت وطرق، هوصل لك طرق لحد المنطقه الصناعيه دي. عايز مثلا ميه توصل، هوصل لك ميه. عايز صرف صحي، هوصل لك صرف صحي. عايز كهرباء، هوصل لك ايه؟ محولات كهرباء وكهرباء. عايز غاز يا سيدي بتستخدمه، هوصل لك غاز. فكل دي هي البنيه الاساسيه اللي الدوله بتعملها علشان تشجع منطقه مثلا ايه، منطقه صناعيه انها تدور وتشتغل والناس تروح تشتغل. وفرت لك الامن والميه والصرف والكهرباء وكل حاجه متوفره، روح بس اعمل مصنعك وانا هساعدك. عكس ما ان دوله تانيه تقول لي يا عم شايف الصحراء، روح بقى ايه، ابن مصنع في الصحراء كده من غير ما يكون في اي بنيه اساسيه او بنيه تحتيه اللي هي المرافق، يعني ميه وصرف وكهرباء وخلافه. نقرا الكلام. توفر البنيه الاساسيه. وضح اهميه عنصر البنيه الاساسيه في قيام التكتلات الاقتصاديه. ده جاب في امتحان ثانويه 19. قال لك توفر البنيه الاساسيه اللي هي المرافق اللي واصله من العناصر المهمه لقيام ونجاح اي تكتل اقتصادي. احنا مش بنتكلم على مصنع بس، ده احنا بنتكلم على دول عايزه تصنع مصانع هنا وهنا 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 على مستوى الدول مش على مستوى دوله واحده. يقصد بقى الطرق، وسائل النقل والمواصلات، ماشي، التي تعد شريان التكتل الاقتصادي. كلام جميل. طيب المقومات السياسيه. والله احنا دول وكل دوله فيها نظام مثلا بيحكمها. مش مهم عندي النظام دلوقتي رئاسي او برلماني ولا نظام ملكي او جمهوري، لا، يهمني ان الدول تكون مستقره. النظام السياسي بتاعها خلاص مستقره، والحل الدوله من جواها تمام، والناس مستقرين والسلطه تمام والدنيا ماشيه حلو. ساعتها مصر هتعرف تروح تاخد بضاعتها وتروح تصدر لمين؟ لليبيا. طب ليبيا فيها مشكلات سياسيه مثلا، هنبيع ازاي؟ مش هنعرف ندخل المنطقه، مش امان. النظام السياسي اللي هناك مثلا ممكن ايه فيه مشاكل، تمام. فكل ما يكون النظم السياسيه مستقره والشعوب مستقره، اعرف ان انا ابيع واشتري واتاجر معاك، تمام. نقرا الكلام. قال لك اختلاف النظم السياسيه بين الدول المكونه للتكتل قد يؤدي الى فشلها في حاله قيامها. هنبيع ونشتري مع بعض ازاي اذا كان مش عارف ادخل لك البلد بتاعتك عشان فيها مشكلات ومفيش امن وي وي وي. فكل ما يكون النظم السياسيه مستقره بين الدول المكونه للتكتل، خلاص الدنيا هتبقى ماشيه تمام. طيب في اختلاف بقى، قال لك هيؤدي الى فشلها يا عم في حاله قيامها. لحد كده انا فاهم. المقاومات العسكريه. هقول لك احنا دلوقتي اهم حاجه عندنا المقاومات الاقتصاديه. احنا بنجتمع مع بعض، بنتاجر مع بعض عشان نكسب، ويبقى الاقتصاد بتاع الدوله دي يعلى، واقتصاد الدوله دي يعلى، واقتصاد الدوله دي يعلى. طيب المقاومات العسكريه، الدوله دي عندها جيش، والدوله دي عندها جيش، والدوله دي عندها جيش وجيش وجيش. احنا داخلين الاول مش داخلين حرب، احنا داخلين نعمل اقتصاد نكسب كلنا مع بعض. بس هقول لك كلمه قالها الرئيس قبل كده، قال لك العافي محدش يقدر ياكل لقمته. احنا عندنا مصر فيها موارد وفيها ثروات وفيها خير، تمام، وفيها بقى مواد خام وفيها بترول وفيها غاز وفيها. بس عندنا جيش قوي قادر ان هو يحمي الموارد دي ويحمي الشعب ضد اي خطر او ضد اي دوله بتفكر انها يعني ايه تعمل غزو او احتلال او تطمع في ثرواتنا. عندنا جيش قادر ان هو يحمينا، عندنا مقاومات عسكريه، تمام. فقال لك مثلا ان المقاومات العسكريه ليست شرط لقيام تكتل اقتصادي غالبا، لكن وجود قوه عسكريه لدى اعضاء التكتل حال قيامها تعد من مقومات نجاحه واستمراره. احنا بنتاجر وبنكسب مع بعض،
بس في نفس الوقت نقدر نحمي نفسنا لو حد فكر ان هو يجي ايه يسرق محلاتنا يا رجال، نقدر نحمي نفسنا كويس. على مستوى الدول عندنا جيش يقدر ان هو يحمي الدولة. على مستوى التكتل عندنا برضو مثلا جيوش تقدر انها تحمي الموارد بتاعتنا. يعني اوروبا مثلا عبارة عن دول متقدمة اقتصاديا وعسكريا، والمانيا قوية وفرنسا قوية وبريطانيا قوية. خلي دولة تفكر تروح انها تطمع في ثروات واحدة منهم، عندهم جيوش قوية تقدروا ان هم ايه يحموا نفسهم اقتصاديا، يحموا الرزق بتاعهم. تمام. فالتكتل الاقتصادي يواجه منافسة من الدول الأخرى أو من التكتلات الاقتصادية الأخرى، وبعض هذه المنافسات ينتج عنها نزاعات ممكن يختلفوا مع بعض، وقد تلجأ التكتلات الاقتصادية زي مثلا تكتل أوروبا تمام إلى استخدام القوة أو التلويح باستخدامها. قال لك اللي يقرب لي احنا عندنا قوة، واللي يقرب لنا هنقدر ان احنا ايه نواجهه، عندنا جيش قوي أو جيوش قوية، يا هنضربك يا اما هنهددك ان احنا ممكن نستخدم. اوروبا عملت ايه بقى؟ اوروبا عملت حلف اسمه حلف الناتو، هنجيله كمان شويه. قال لك احنا عاملين اتحاد ما بيننا اوروبي، قال لك طب ما نعمل كمان اتحاد عسكري، تحالف عسكري، قوتك على قوتي على قوتك، خلاص نعمل حلف اسمه حلف ايه شمال اطلنطي. والدوله اللي هتفكر انها تقرب لنا ان يعني فاهم نحاربها كلنا ايد واحده. يعني فكر كده دولة تروح تحارب فرنسا تقول لك لا فرنسا انا تبع مين؟ انا تبع حلف الدول كلها مجتمع عسكريا اسمها عاملين حلف اسمه شمال اطلنطي. هتيجي تضرب فرنسا هتلاقي كل الدول المشتركة في الحلف دول هيضربوك. زي بالظبط عندك مشكلة مع حد ممكن تروح تتخانق معاه، بس مش هتروح تتخانق معاه هو وسط الشلة بتاعته. تمام. هو ده يعني ايه المقاومات العسكرية اللي بتحمي الايه المقاومات الاقتصادية او بتحمي التكتل الاقتصادي. كلام جميل. طيب رابعا اهداف قيام التكتلات الاقتصاديه. احنا بندمج مع بعض في التكتل الاقتصادي ونفتح مول مثلا كاصحاب مع بعض ونعمل سوق مشترك، او الدول بتجتمع كلها مع بعض وتعمل تكتل اقتصادي فيما بينهم. ليه؟ قال لك بص يا عم التكتلات الاقتصاديه تهدف الى تحقيق اهداف اقتصاديه وسياسيه. ما اقتصادي كلنا عايزين يعني ايه ان نكسب اكتر ونكبر اكتر في مجالنا، ماشي. ولكن من اهم اهداف هذه التكتلات تيسير الاستفاده من المراكز البحثيه ومهارات الفنيين بافضل صوره. تعال على بلد زي مصر، عندك تكنولوجيا، عندك وسائل اتصال، عندي يعني نقدر نستفاد منك من مراكز البحوث اللي عندك ومن الخبراء والعلماء. قال لك انا عندي رقم واحد في كل حاجه، عايز طب انا عندي احسن طب في العالم، انا عندي مجدي يعقوب، عندي علم، عندي احمد زويل. في كل المجالات في مراكز بحثيه. بمعنى بلد زي المانيا بتفيد الاتحاد الاوروبي في ايه؟ قال لك يا عم انا بلد متقدمه وعندي ابحاث وعلوم والمانيا ومش المانيا، فانا تمام، فعندي مراكز بحثيه ومهارات للفنيين تقدر انها يعني ايه تفيد الدول اللي معاها في التكتل. حاجه حلوه جدا. فكلهم هيستفادوا مثلا من بلد زي المانيا او بلد زي مصر من المراكز البحثيه والمهارات اللي عندهم والعلم اللي عندهم. الحصول على ميزان الانتاج الكبير وتحقيق التكامل بين الدول الاعضاء. والله يا عم الاول انا زي ما قلت لك انا كنت عندي محل خضار وفاكهه وببيع ل 100 زبون، وحضرتك عندك محل سمك وبيبيع ل 100 زبون، وصاحبنا عنده محل ملابس وبيبيع ل 100 زبون. طيب لما عملنا السوق وعملنا التكتل بقيت انا ببيع لزبايني وزباينك وزباين فلان وزباين فلان وزباين فلان، بقيت ببيع له 500 مش ل 100. تمام. فمصر دلوقتي لما دخلت مثلا في تكتل مع شمال افريقيا اللي احنا قلناه بدات انها في سوق تاني تقدر تبيع لكل الانتاج المحلي لكل المواطنين في مصر، وهيفيد الانتاج الزراعي ونبدا نصدره. هنبيع لكل ليبيا، هنبيع لكل الجزائر، فبنبيع اكتر فهنكسب اكتر، فهنطور الانتاج الزراعي. بعد ما كنت مثلا عندي اراضي بزرعها، لا انا ادخل في مشروعات بقى انتاج استثمار زراعي ومليون ونص فدان و2 مليون فدان و3 مليون وازرع اكتر. ليه؟ لان ببيع اكتر. بالظبط صاحبنا اللي كان معانا في التكتل اللي هو 5 محلات اللي جنب بعض وفتحناهم مول او سوق مشتركه، كان بيبيع ل 100 زبون عنده، خلاص بقى بيبيع له 500، فمحله بدا يكبر والدنيا بدات يعني ربك يوسع رزقه شويه. وعلى مستوى الدول تمام، الدول بدات انها تتاجر اكتر، انتاجها يبدا ان هو يزيد، السوق اتفتحت قدامها، فبدات ان الدول تبيع اكتر وتكسب وتطور مجال اللي هي مميزه فيه. تمام. طيب تسهيل عمليه التنميه الاقتصاديه واقامه مشروعات مشتركه.
زي بالظبط كده اللي هو يعني ايه، انت عندك ايه؟ انا عندي الزراعه، وانا عندي السمك، وانا عندي كذا، وانا عندي مصانع وملابس. طيب ما نجمع بعض ونعمل سوق مشتركه، تسهيل عمليه التنميه الاقتصاديه. فالتنميه هتعم الخير على كل واحد فينا، واقامه مشروعات مشتركه. وماله، مش انت عندك عمال وانا عندي مواد خام وانت عندك علماء مثلا ومراكز بحثيه، طب ما نيجي نتحد ونطور دوله فينا او نتطور كلنا. كلام جميل. تنويع الانتاج بطريقه اقتصاديه يعني بطريقه فيها مكسب. تنويع الانتاج بطريقه اقتصاديه اللي هو كل دوله في التكتل بدات انها يعني ايه، انتاجها يزيد في السلعه دي، ودي في السلعه دي، ودي في السلعه دي، فالانتاج اتنوع وكبر وبقى في انتاج اكتر، وبقى لنا كل الدول بتكسب اكتر في التجمع. عكس ما انك تبقى فاتح محل لوحدك فرداني كده، الاحسن طبعا ان انت تندمج في كيان كبير. تحقيق الوحده ورفع مستوى رفاهيه المواطنين. تمام، خلاص في وحده اتحدنا مع بعض، سواء كان اقتصاديا او سياسيا او عسكريا، يعني كلنا هندمج مع بعض، والخير هيعم على المواطنين او على الدوله. والدوله طبعا يعني ايه، هيبقى فيه رفاهيه للمواطنين، الدنيا تبقى احسن، يعني الحياه تبقى احسن، هيبقى فيه مستوى اقتصادي اعلى. تخفيف اثر الصدمات الخارجيه بتقليل الاعتماد على الخارج، بزياده مستوى التنوع الانتاجي لدول التكتل. واحده واحده. التنوع الانتاجي يعني ايه؟ احنا عندنا انتاج، احنا بتوع زراعه، ودوله اللي جنبنا مثلا مصانع، ودوله اللي جنبنا ثروه حيوانيه، ودوله اللي جنبنا المغرب مثلا احنا قلنا سمك، وتونس مثلا زراعه. كلام جميل. دلوقتي احنا مثلا عايزين قمح، هروح مثلا لدوله، يا دوله مثلا امريكا، احنا عايزين منك قمح. فامريكا تقول لك يا سلام خد قمح عينيا، بس ليه شروط. ايه شروطك؟ ممكن تعمل كذا كذا كذا. ممكن انها تحاول انها تضغط على الدوله وتحاول انها تفرض شروطها على دوله. طيب عندنا في التكتل لا احنا مش هنحتاج، طب انا اشتري من عندك ليه؟ طب يا تونس عندك قمح، تقول لك يا باشا تعالى خد القمح اللي انت عايزه. فالحاجه اللي ناقصاني هشتريها من الدوله اللي موجوده معايا في التكتل، فمش هحتاج ان في دوله خارجيه من خارج التكتل تفرض شروطها عليا. فتخفيف اثر الصدمات الخارجيه اللي هو خارج التكتل بتقليل الاعتماد على الخارج. مش هشتري من بره، انا المول بتاعي في كل حاجه يعني متوفره، والدول اللي داخله في التكتل عندها تنوع في الانتاج وكل حاجه متوفره. بزياده مستوى التنوع الانتاجي اللي هو خلاص كلنا بننتج، وكل دوله بتنتج حاجه معينه يعني بتغطي احتياجاتها وبتصدر او بيبيع للدول التانيه. بنكفي بعض زي ما بنقول مشامل كل البضاعه. تدخل المول تلاقي ما شاء الله يعني الخضار والفاكهه موجودين، السمك موجود، الموبايلات موجوده، الملابس موجوده، حاجه شامله. برضه على مستوى الدول بيبقى ايه، شاملين. فمش هنحتاج نجيب حاجه من بره، ومش هنحتاج ان حد يفرض علينا شروطه الخارجيه. كلام جميل. طيب قال لك نماذج بقى، دول جنب بعض اتكتلت، عملت ايه، تكتلات اقتصاديه، بداوا يبيعوا وانتاجهم يزيد ويستفادوا من بعض هم كلهم. قال لك الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي، اوروبا اتجمعت كده وعملت اتحاد ما بينهم اسمه الاتحاد الاوروبي. حلو. الذي تحول عن السوق الاوروبيه، الاول كان سوق اوروبي وبعد كده اندمجوا اكتر وبقى اسمهم اتحاد، اتحدوا مع بعض بموجب معاهده ماستر يخت. ماستر هنا في حرف الياء، ماستر يخت. معاهده ماستر يخت دي اتعملت سنه 92، هنا مكتوبه 91 لكن الصح هي سنه 92. وكانوا 12 دوله، 12 دوله في اوروبا اجتمعوا مع بعض. قال لك يا اخوانا لما تيجي نعمل وحده كده ما بيننا اقتصاديا، نعمل سوق يضمنا كلنا، مول كبير كده، اللي عندك هتبيعيه ليا واللي عندي هبيعهولك وخلاص وكلنا نكبر سوا. فاوروبا اجتمعت مع بعض كده سنه 92 و 12 دوله بداوها وعملوا ايه، اتحاد اوروبي. حلو. ادي كده دول اوروبا هيكبروا كلهم سوا. ما لما انت تكون لوحدك مش زي ما تكون يعني وسط شله كده كلكم اقوياء يعني. النفط، ايه النفط دي؟ النفط قال لك دي منطقه تجاره حره لقاره امريكا الشماليه. لامريكا الشماليه، احنا لو قلنا امريكا بس اللي هي الولايات المتحده دي دوله اللي هي دي. طيب امريكا الشماليه دي القاره كلها فيها 3 دول اللي هو كندا وامريكا والمكسيك، كانوا مجتمعين مع بعض وعاملين حاجه اسمها النفطه سنه كام؟ سنه 92. ماشي. منتدى التعاون الاقتصادي. حلو. بتاع مين ده بقى؟ قال لك يضم معظم دول اسيا والمحيط الهادي اللي هو شويه الحلوين دول. تمام. عملوا تجمع اسمه التعاون الاقتصادي. في مجلس التعاون الخليجي.
الخليج هم كمان الدول بتاعتنا حبيبتنا اخواتنا دول، قال لك احنا هنعمل التعاون يا اخوانا بينا وبين بعض وماله. وبعد كده هنعرف ان هو شلنا كلمه خليج وبقى اسمه الدول الخليج العربي، اللي هو مجلس تعاون لدول الخليج العربي. المهم الخلايجه الدول الخليجيه اجتمعوا مع بعض 6 دول، السعوديه على الامارات على قطر على البحرين على عمان، وقال لك ايه احنا نعمل تكتل ما بيننا كده سنه 81. ماشي حلو اهو تمام. اتحاد المغرب العربي هو اللي هو بتاع شمال افريقيا ده، اللي احنا قلنا شمال افريقيا بس مصر مش معانا، يعني بادئين هم اصغر اتحاد. هو ايه هو المغرب العربي 5 دول. جنبنا مين؟ ليبيا، جزائر، تونس، المغرب، موريتانيا. هم شويه حلوين دول. عملوا ايه؟ عملوا تكتل اسمه اتحاد المغرب العربي سنه 89 وهم 5 دول. طب امال الخليجي كام؟ الخليجي 6 دول. طيب الكوميسا، الكوميسا دي ايه بقى؟ افريقيا تقول لك بس يا عم احنا 16 دوله نجتمع مع بعض ونعمل اتحاد يا اخوانا كده بينا وبين بعض. هي سوق مشتركه لشرق ايوه وجنوب اهو افريقيا اللي هي المنطقه الحلوه دي. تمام؟ افريقيا اجتمعوا كده قال لك احنا 16 دوله مع بعض نعمل سوق مشتركه ما بيننا ونسميها كوميسا، والكلام ده سنه 81. هندرس كل دول؟ قال لك لا يا عم احنا ندرس 2 حلوين كده منهم ونحاول ان احنا نفهم. الاتحاد الاوروبي هدرسه، وهندرس ايه التعاون الخليجي عشان ايه برضو العرب، يعني احنا تحيه للعرب يعني، وتحيه مصر طبعا. طيب نماذج من التكتلات الاقتصاديه. الاتحاد الاوروبي، طيب دول اوروبا اجتمعت كده وقال لك يا اخوانا احنا دول متقدمه، احنا نعمل اتحاد ما بيننا وكلنا ايه نكبر سوا والدنيا تمشي معانا، بدل ما كل دوله بتقوي نفسها اقتصاديا لوحدها فرداني كده. بس اوروبا فيها نقطه، ان اوروبا الدول اللي احنا عارفينها اللي هي الدول المتقدمه دي المانيا وفرنسا وانجلترا واسبانيا، الدول دي موجوده في اوروبا من ناحيه غربيه. طب الدول بقى اللي موجوده في شرق اوروبا لا دي دول على قدها كده، يعني فاهم مش قويه بنفس قوه غرب اوروبا. فالمهم الدول بتاع اوروبا قال لك بالظبط الكلام ده كان يوم 7 فبراير 2000 سنه 92 7/2/92. 12 دوله اجتمعوا مع بعض عملوا اتفاقيه حلوه كده اسمها ماستر يخت ما بينهم، وقال لك احنا هنعمل الاتحاد الاوروبي. لكن حاليا هم 28 دوله اوروبيه تغطي معظم انحاء القاره الاوروبيه. حلو. كما ان هناك 5 دول مرشحه للانضمام. تمام؟ يعني هم دلوقتي 28 وفي 5 دول ممكن تخش كمان معاهم الايه الاتحاد بتاعهم التكتل بتاعهم ده. ماشي. ويقوم الاتحاد الاوروبي على ركيزتين، على قاعدتين اساسيتين كده اللي هم سياده القانون وتحقيق الديمقراطيه. تمام؟ والله حلو كلام حلو مش عيب يعني. شروط الانضمام للاتحاد الاوروبي، قال لك والله الاتحاد الاوروبي مش هنحط الشروط اكتر من الشروط اللي هي موجوده في العادي يعني في المتداول. لم يضع الاتحاد الاوروبي شروط اضافيه للانضمام الدولي اليه، واكتفى بالشروط العامه التي تبينها في الاتفاقات المؤسسه للاتحاد. عشان نعمل اتحاد يحصل الشروط بتبقى 1 2 3 4. خلاص يا اخوانا احنا نمشي على 1 2 3 4 ونعمل اتحاد ما بيننا وكلنا نكبر سوا. حلو الكلام يلا. قال لك لا هنا بقى حصل مشكله يا اخوانا. قال لك الفرق الشاسع في فرق كبير على المستوى الاقتصادي والسياسي. المستوى الاقتصادي والسياسي، هات دوله كده في غرب اوروبا زي مثلا المانيا قويه جدا اقتصاديا عسكريا سياسيا المانيا، وهات دوله مثلا على قدها كده في شرق اوروبا دوله كده ضعيفه ما تعرفش تسد قدام المانيا. فقال لك لا ده في فرق شاسع، في دول عاليه قوي وفي دول على قدها. فرق شاسع في المستوى الاقتصادي والسياسي بين دول اوروبا. دفع مجلس الاتحاد الاوروبي سنه 92 تمام يعمل ايه؟ قال لك يا عم احنا نحط شروط كوبنهاجن. يبقى الانضمام للاتحاد الاوروبي كان الاول شروط عاديه اللي هي اتفاقيات المؤسسه للاتحاد، وبعد كده عملوا ايه؟ قال لك لا احنا نحط شروط كوبنهاجن. ايه كوبنهاجن دي؟ قال لك احنا نحط 3 شروط. فاكرين لما كنا احنا 5 عاملين مول مع بعض وفاتحين محلاتنا على بعض وكلنا يعني السوق بتاعنا بيكبر وفي واحد قال لنا دخلوني معاكم في المول قلنا له لا يا عم احنا لازم شروط، قوانينك او فكرك او طريقتك تمشي مع طريقتنا. قال لك لا قلنا لك مش هندخلك. تاني حاجه انت تاجر بيبيع بضاعه بقوه تعرف تسد قدام 5 الكبار دول اللي هم احنا. قال لك لا. تالت حاجه قال لك شروط سياسيه، ضمان شروط سياسيه، ضمان الديمقراطيه وتطبيق القانون، في احترام وفي حسن تعامل بين الناس ولسانك حلو مع الناس. قال لك لا. قال لك خلاص يا عم مش هقدر ندخلك معانا. تعال نشوف ده على مستوى الدول.